ما سي فري كونتر المباراة الأولى اللي لعبوها في وهران. مباراة ما كانتش كبيرة متوسطة، أداء فيه وعليه. مع ليبيريا فريق ضعيف، ما نجموش نقارنوا بالمنتخب الوطني فريق الليبيري. حنا ليسونسيال سي لو ريزولتا كي كونت، 6 نقاط هذاك هو صح. مي المردود انا نشوف باللي المدرب ناقص باش يحكم الفريق الوطني. كيف؟ ناقص، انا ما قنعنيش بيرسونيلمون، رايي الشخصي نعم لازم تحترمه. طبعا نحترم رايك، لكن وضح لنا اكثر، يعني لم يقنعك في اي نقطه. مدرب عنده 6 لقاءات لحد الان، خسر لقاء، تعادل في لقاء، وفاز ب4 لقاءات. لي ريزولتا سي فري، ما لعبناش مع فرق كبرى، ما لعبناش مع فرق كبرى، لعبنا مع غير استوائيات، خلقوا لنا ضغوطات، خلقوا لنا صعوبات، راح نطيحوا مع فرق كبرى، راح نسوفريو. راني نقولها لك دوكا. والاداء في ليبيريا ما عجبكش؟ ليبيريا انا قلت لك فريق ضعيف. يعني لا داروا ان بون ماتش. مي ما تجيبش تقارن المباراه تاع ليبيريا مع الفريق الوطني الجزائري. الفريق الوطني الجزائري كيما نقولوا كبير بزاف على المنتخب الليبيري. نعم، ما نجمش تكومباريه. قلت لي بانه الاداء لم يقنعك او المدرب او انا المدرب ما قنعنيش. في ماذا؟ ما قلت لناش في ماذا. ما قنعنيش، ناقص، بان لي ناقص. كل المحللين تحدثوا عن قوة ملاحظته في الأشواط الثانية وتغييراته التي كانت تجلب نتائج إيجابية، وفي كثير من المرات سجلنا أهدافا في الأشواط الثانية وانقلبت الأوضاع. في أوغندا كنا خاسرين هدف مقابل 0 في الشوط الثاني، سجلنا هدفين. لا، نتحدثوا بالحقائق فقط. بالك أناني غلط. أنت من أي ناحية لم يعجبك هذا المدرب؟ من ناحية الأداء، من ناحية الأهداف، من ناحية النتائج، من ناحية طريقة العمل مع التعامل مع الصحافة، من أي ناحية؟ الأداء تاع الفريق الوطني عاود ولا بزاف، ما ولينا الوراء، ما راناش نتقدموا في الأداء. لكن بن شابير هنا قال الأسبوع الماضي بأن هذا المدرب ورث منتخبا مهلهلا. عليك انت جابوك مدرب ويطولك اموال باش تسقم المنتخب هذايا. علاش تسقم المنتخب في 5 مباريات؟ دبر راسو عليه باش يخدم. انا نقول له ما قنعنيش. لعب كرة قدم في على بالي ما بصح كاين حاجه يقول لك مهلهلا انت دير فريق اللي ماشي مهلهل. هو يخدم الله يعاونه. شوف في اخر ماذا بيا غلط.